السلام عليكم متابعي الأعزاء، كيف الأحوال؟ بخير، أنكم تكونوا في أحسن حال. اليوم جيت لكم بواحد الطويجن ديال الكويرات ديال السردين. هاد الطويجن إن شاء الله الرحمن الرحيم مع واحد السر اللي كنديرو أنا وغادي نتقاسموا معكم في هذا الفيديو. غادي توليو مدمنين على هاد الطويجن إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهاد كويرات ديال السردين، حتى السردين عندي هنايا نص كيلو ديال السردين، خديته نقيته وحيت له الشوك وطحنته في الهاشوار. عندي هنايا واحد كاس لارب ديال الروز، سلقته بالماء والملحه، وانا غادي ناخذ منه شحال غادي نخلي. واحد البصله محكوكه، بصله متوسطه، ديني واحد 5 د الحبات ديال المطيشه حكيتهم. هنا عندي قزبر ومعدنوس، الثومه، 3 ديال السنينات ديال الثومه، دقيتهم مع الملح. انا دقيت في المهراز، دقيتهم في المهراز، درت عليهم واحد 2 معالق ديال القزبر، واحد المعلقه ديال المعدنوس، دقيتهم مزيان. زدت معاهم واحد نص حامضه مصيره. ديروا حساب الحامض المصير باش ما تكثروش الملحه في الاول مع الثومه، غير شويه قليله. عندي هنايا الزيت، واحد كاس لارب ديال الزيت مخلط بالبيه وروميه. وهنا عندي العطريه كما كتشوفوا، عندي هنايا واحد 4 معلقه ديال الابزار والخرقوم، غير راس معلقه الخرقوم، واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره، 4 معالق الكمون والهريسه. بالنسبه لي كيبغي الحار كيبقى على حسب الذوق. هنا ندير هاد البصيله، غادي نشحرها شي شويه مع شويه الزيت وشويه ديال المليحه. هاد الكاس لارب ديال الزيت اللي عندي خديت منه باش غادي نشحر هاد البصله ديالنا، هي كتشحر. هذاك شويه ديال المليحه والزيت، نخليوها الزيت تشحر شويه باش تطيح. بالنسبه لهاد السردين اللي عندي هنايا مطحون، غندير معاه واحد معلقه عامره مزيان، معلقه ونص هكا ديال الشاموله. ندير مع هاد الهريسه شويه الكمون والتحميره، البزار والخرقوم غنديرهم مع لاصوص. صافي هادشي دابا غادي نخلطو. هنايا نصف الكميه، انا درت في هذا البول باش يتخلط مزيان، نحكم فيه مزيان ونخلطوا هذا الكفيته ديال الحوت مع ديك الشرموله اللي ضفنا لها مع الرز. هنايا البصله ديالنا هي بعد ما تشحرات، انا لاصوص رديتها في الراس الاخر، غلات شويه غير باش ما نضيفهاش للطاجين بارده. راكم عارفين طياب في الطاجين ما خصكش تضيف السوائل البارده، كتاثر عليه كيتشق. هذه من بين المسائل اللي كتخلي ان
الطاجين ديالنا كيتشق. نضيفو هنا ديك شويه ديال الشموله اللي بقات، الزويته، هاد العطريه صافي نخليوها تغلي واحد شويه، نضيفوا لها الكويرات ديال الكفته، لان ما كيحتاجوش هما الرز طايب. الحوت ما كيحتاجش وقت كبير باش يطيب، صافي خصنا هاد لاصوص ديالنا طيب ونضيفوا لها الكويرات. انا كندهن يدي بشويه ديال الماء، نكور كويورات هكذا متوسطين، هذا سميتو ما تيكونوش صغيورين، كويرات ديال السردين هكذا تعودنا اننا نصايبوهم متوسطين، ماشي صغار ماشي كبار. دابا نتوما كتشوفوا الطاجين ها هو كيغلي، راه داك لاصوص مع البصيله راهم تقلاو. غنضيفوا الكويرات ديال السردين، دابا حنا قادينا الطوجين ديالنا، غادي نخليوه شي شويه، غنغطيه ونخليه شي شويه باش يطيب هاد الكويرات ديال الكفته، وغنرجعو نضيفو السر اللي غيخلي هاد الطويجن هذا البنه ديالو ما تنساش. كاين واحد السر كنضيفو في الاخر، خليكم معايا باش ما تفلتوش عليكم هاد لاستيس اللي غتخلي الطويجن ديال الكفته ديال السردين اللي كيجي ناضي. يا سلام. دابا غنضيفو السر اللي كيخلي البنه ديالو تبقى ديما في بالكم ديما، وكيقضي حتى على ديك النكهه المجهده ديال الحوت ما تبقاش. الزعتر هو المنسم الطبيعي ديال هاد الطويجين اللي كيعطيه بنه ناضيه. جربوه وردوا عليا الخبار، غادي توليو هاد الطويجن هذا ديال الحوت ما ديروش بلا هاد النسيمه ديال الزعتر. ناخذ واحد شويه نديرو هكا بين يدي، نحكو غير بين يدي هكا. بسم الله. الطويجن ديالنا انا نزلته من البوطه، نتوما كيف كتشوفوا راه مازال كيتكتك بالسخونيه، واحد الرويحه طالعه منه، داك الشريميله مع الحامض مصير مع الزعتر اللي درناه في الاخر، واحد الرويحه واحد البنه. ما نقول لكمش، جربوه ما غاديش تندموا، ردوا عليا في الكومونتير.